عبد المنعم مدبولي ممثل مصري مارس التمثيل أكثر من 50 عاماً، وشكل مدرسة كوميدية مستقلة في الضحك الراقي. بدأ حياته الفنية في البرنامج الإذاعي الشهير ساعة لقلبك، وبعدها انضم لمسرح التلفزيون وأسس مع رواد جيله فؤاد المهندس وأمين الهنيدي وغيرهما مدرسة كوميدية استمد تراثها من الجيل السابق الريحاني والكسار. التحق مدبولي بالمعهد العالي لفن التمثيل العربي ليتخرج فيه عام 1949 في ثاني دفعاته، وعقب تخرجه انضم إلى فرقة جورج أبيض ثم فرقة فاطمة رشدي. تميز عبد المنعم مدبولي بكاريزما خاصة أكسبته حب الملايين في مصر والعالم العربي. خلال مشواره الفني العديد من الجوائز وشهادات التكريم، منها جائزة أحسن ممثل في السينما عن أفلامه فيلم الحفيد وفيلم أهلا يا كابتن، وكذلك فيلم مولد يا دنيا. في عام 1986 حصل على جائزة تكريم في مهرجان زكي طليمات. في عام 1983 حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وفي عام 1984 حصل على جائزة الدولة التقديرية عن مجمل أعماله. وقد قام بتكريمه السيد الرئيس المصري السابق محمد أنور السادات بشهادة تقدير خاصة في أكاديمية الفنون، وذلك عن دوره في مسلسل أبناء الأعزاء. شكراً. توفي الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي عن عمر يناهز 84 عاماً. رحم الله الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي.